الطيب صالح هو الطيب محمد صالح أحمد، أديب وصحفي سوداني. ولد في 12 من يوليو من العام 1929 للميلاد في شمال السودان بقرية كرمكول، وهو واحد من أشهر الأدباء العرب في القرن العشرين. اشتهر في الرواية والقصص القصيرة، فأطلق عليه لقب عبقري الرواية العربية، وكان يعمل صحفي لدى إذاعة BBC البريطانية إلى جانب العديد من المجلات العربية، بالإضافة إلى عضويته في منظمة اليونسكو. اشتهر بروايته موسم الهجرة إلى الشمال التي تم إصدارها في العام 1966 للميلاد، وهي تعتبر من أهم الروايات في الأدب العربي، حيث ترجمت إلى ما يزيد عن 10 لغات. له العديد من الأعمال الأدبية في الكتب والروايات، من أهم رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ورواية بندر شاه أو ضو البيت. رواية عرس الزين، رواية مريود وهي الجزء الثاني من بندر شاه، ورواية منسي، رواية المضيئون كالنجوم من أعلام العرب والفرنجة، ورواية للمدن تفرد، ورواية في صحبة المتنبي ورفاقه، ورواية في رحاب الجنادرية وأصيلة. وكما أن له مجموعة قصصية بعنوان دومت ود حامد، وهي قصة قصيرة، وتمت تسمية جائزتان باسمه: جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، تمنح هذه الجائزة للإبداع الكتابي في مجال الرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية باللغة العربية الفصحى. جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، وهي عبارة عن جائزة أدبية حول الرواية والقصة القصيرة، يقدمها مركز عبد الكريم مرجني الثقافي بمدينة أم درمان، وهي مخصصة للأعمال الروائية السودانية فقط. توفي في يوم الأربعاء 18 من شهر فبراير من العام 2009 للميلاد في العاصمة البريطانية لندن.